تساؤلات هواي تنطرح بناء على طلب المستخدمين. شنو افضل كاميرا تليفون موجوده حاليا بالعالم؟ الدارج عندنا صراحه كل واحد يحكي شكل، هذا يقول تليفون ايفون، هذا يقول تليفون جالكسي، هذا يقول هواوي، بحيث اللي يدور بهذا الموضوع ويريد يعرف شنو افضل حتى يشتري يضيع. ومثل ما تعرفون سويت هذا الفيديو حتى اقول لك شنو افضل كاميرا تليفون بناء على موقع DxO Mark. هذا الموقع مهتم بتحليل الاجهزه الذكيه ومن ضمنها التليفونات والقطع الخاصة بالتليفونات، كاميرا، المعالج والذاكرة العشوائية والشاشة والبطارية وإلى آخره. فاللي أوصيك به اعتمد على هذا الموقع قبل شراء أي جهاز، بس يحتاج شوية تعرف إنجليزي حتى تقدر تقرأ تحليلهم على الجهاز اللي تريد تشتريه. فهذا الموقع قال يابا تعالوا خلينا نفض النزاع والعركة اللي صايرة على كاميرا التليفونات ونسوي تجارب ونعطيكم النتيجة بناء على هاي التجارب. يعني موقع خبراء وعندك الحساب. فقالوا هذول الأجهزة بالترتيب كأفضل أجهزة بالعالم من ناحية الكاميرا. هواية ناشرين أجهزة، بس أنا أخذت أقوى 5 أجهزة. نبدي بالمركز الخامس اللي هو جوجل بيكسل 8 برو. سامعين بهذا الجهاز؟ مو كل الشائع بالعراق مثل الآيفون أو الجالكسي وباقي البراندات، بس هذا الجهاز من الأجهزة القوية وخصوصا الكاميرا مالته وأدائها العالي. التليفون ب3 عدسات، اللونج تيلي تجي ب 48 ميجا بكسل فتحة 2.8، الألترا وايد تجي ب 64 ميجا بكسل فتحة 1.9، الوايد تجي ب 50 ميجا بكسل بفتحة 1.6. ينطي نتيجة راقية بالإضاءة القليلة، بالإضافة إلى سرعته العالية بالأوتو فوكس، سرعة تركيز من جسم إلى جسم كلش كبيرة، مستوى جيد بالتفاصيل بكل مستويات التقريب، لأن أغلب الأجهزة لما نقرب آخر مستوى تشوف التفاصيل تتشوه. هذا كان كل شيء فيما يخص الجهاز الجوجل بيكسل 8. خلونا نجي على المركز الرابع اللي هو الايفون 15 برو. من ما يعرف اجهزه ابل، هذا الايفون اخر اصدار. البرو يعتبر النسخه المصغره من الايفون البرو ماكس، تقريبا نفس مواصفات البرو ماكس بس شويه اصغر. الكاميرا الوايد تجي ب 48 ميجا بكسل فتحه 1.7، اما الزوم فتجي ب 12 ميجا بكسل 2.8 فتحه العدسه طبعا، اما الالترا وايد فتجي ب 12 ميجا بكسل فتحه 2.8. ادائها عالي بالفيديو والصور وخصوصا البورتريه. بالمركز الثالث يجي ايفون 15 برو ماكس اللي هو قلنا عليه الليفل اعلى من البرو. طبعا العدسه الاساسيه تجي ب 48 ميجا بكسل، اضافه الى عدسه تيلي تجي ب 12 ميجا بكسل، والالترا وايد تجي ب 12 ميجا بكسل. كاميرا البرو ماكس تصور لوج بروفايل. شنو يعني لوج بروفايل؟ يعني مثل الكاميرات الاحترافيه، تصور تصوير رمادي اذا شايفيه او خافت، وبعدها تعدل الفيديو ببرامج التلوين وراح تطلع نتيجه سينمائيه. على فكره هاي الميزه موجوده بالكاميرات الاحترافيه عاليه الدقه مثل الالكسا والريد والبلاك ماجيك والسوني والى اخره. فعمليه تصوير الافلام تمر بعده مراحل من ضمنها التلوين. ورجاء لا تقولون حط للفيديو فلتر، لأن الفلاتر بس للصور ومو للصور الاحترافية، الفلتر للصور العادية، بالإضافة إلى 0 شتر لاج. يعني لما تصور فيديو وتريد تاخذ صورة من الفيديو راح تطلع لك الصورة طبيعية كأنه ماخذها بالكاميرا كصورة. فهاي تفيدنا مرات نصور فيديو وننسى ناخذ صور، أنت من الفيديو تقدر تاخذ صورة وتحفظها عندك. عزل قوي وتقدر تزيد العزل بالصورة حتى بعد ما انت تاخذ الصورة. يعني بعد ما تاخذ الصورة وتروح على الصورة وتسوي لها اديت، اضافة عزل اضافي. بالمرتبة الثانية هواوي P60 برو. طبعا يجي بعدسة الترا وايد 13 ميجا بكسل، والوايد تجي ب 48 ميجا بكسل، التيلي 48 ميجا بكسل. الالوان بكاميرا هذا الجهاز عالية جدا ودقيقة، والكاميرا الاساسية تقدم صور احترافية ومراعين سالفة العدسة وفتحتها. كاميرا التليفوتو بيها زوم بدون ان تفقد الجودة، بالإضافة إلى الإضاءة الخافتة أو الليل تنطيك جودة صور عالية جدا مثل ما قلنا بدون ما تفقد الدقة وبدون نويز، وإن وجد النويز فكلش قليل. الكاميرا الأمامية تجي بدقة 13 ميجا بكسل، تشوفون الأرقام طبيعية مو 100 ميجا بكسل ولا 200 ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية تجي ب 13 ميجا بكسل، تصور 30 فريم بجودة 4K بالنسبة للفيديوهات. طبعا هذا الشيء عظيم وتقدر تصور بوايد بالكاميرا الأمامية بدون أن تفقد التفاصيل. هسه نجي على المركز الأول اللي هو هواوي P60 برو بلس. يجي بكاميرا أساسية 48 ميجا بكسل، والكاميرا التيلي تيجي ب 48 ميجا بكسل. هذا الجهاز يعتبر أقوى جهاز من ناحية
الكاميرا بالعالم. ونرجع ونذكر بناء على تحليل موقع DxOMark اللي هم مجموعة من الخبراء يسوون تحليل للأجهزة والقطع. هذا الجهاز ممتاز بصور البورتريه وينطيك دقة عالية بالتصوير بدون خسارة أي تفصيلة من الصورة، وحتى بالإضاءة الخافتة. بالنسبة للزوم فتقدر تقرب أكثر شيء بهاي الكاميرا وما راح تفقد الدقة. عدسة المايكرو ممتازة تجي 3.5x. تصوير الفيديو بيه ممتاز بالإضافة إلى استقرار تصوير الفيديو اللي هو الاستابلايزيشن. بغض النظر عن المشاكل اللي تواجهها شركة هواوي، بالنسبة لهذول الجهازين هم أقوى جهازين بالعالم من ناحية الكاميرا. خطية هواوي شركة مظلومة، لأن نعرف كلنا شنو اللي صار لهم. ما عندهم ماركت، بس أكو طرق تقدر تنزل تطبيقات، طرق غير مباشرة، وهم شغالين على هذا الموضوع. وإن شاء الله ترجع شركة هواوي أقوى من قبل. برأيكم شنو راح تشتري من هذول الأجهزة؟ وهل شركة هواوي راح تبقى متقدمة عن باقي الشركات لو لا؟ اكتب لي بالتعليقات وشاركنا رأيك، لأن رأيك مهم. هواي من اللي يشوفون الفيديوهات ما يشتركون بقناتي على اليوتيوب أو حساباتي الباقية سواء تيك توك أو انستغرام أو فيسبوك. أتمنى تشتركون حتى نستمر بطرح المواضيع التكنولوجية. لا تنسى تتابعني حتى تعرف أكثر عن التكنولوجيا اللي تفيدك بحياتك اليومية. كان وياكم محمد من قناة مونتوغرافي. نشوفكم فيديوهات جاية. في مان الله.